السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أسبوع موفقة للجميع. في هذا الفيديو غادي نرد على ولد الراضي اللي الفيديو ديالو كيروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخرجة ديالو، وعطى فيه مجموعة من المعطيات اللي خصنا نصحوها وحدة بوحدة. أولا السي ولد الراضي خرج كينتقد رئيس فريق الوداد الرياضي على ولوج أرضية الملعب كل مرة. واش كاين شي قانون كيمنع رئيس فريق الوداد الرياضي باش يمشي يحيي اللاعبين ويعذر الطاقم التقني وينزل ارضيه الملعب؟ ما كايناش هذه. راه هو رئيس فريق الوداد الرياضي، من حقه اي حاجه كيعطيها ليه القلب وخصو يمارسها. ما حتى واحد فينا كجماهير الوداد الرياضي غيمارس الوصايه على يتمنى. ما يمكنش انا واحد من الجماهير نقول ليه اش غدير، شنو غدير، علاش نزلتي، ما خصكش تطلع، لا ما تحيي، علاش حييتي، لا بغيتي تحيي الجماهير خصك تربح جوج عصبات وما الى ذلك. الاشاره الى سعيد الناصري، في حين هذا الرئيس السابق سعيد الناصري اللي توج بهذه الالقاب راه ما خليتو ما قلتو فيه، وابل من السب والشتم والانتقادات اللي دارها. وبالاخص كنتو كتنتقدوه لان قليل الخرجات، ما كانش كيخرج للاعلام. وكان من نقط الضعف اللي كنتي كتقولوا على سعيد الناصري انه ما كيخرج بزاف، وملي جا يتمنى اللي كيخرج للاعلام وكينزل التيران ويمشي من هنا وكيبان من هنا. العكس، بغيتو تحدوا من الحريه ديالو، وهذا راه ماشي من الاختصاصات ديالنا حنا كجماهير الوداد الرياضي وحده، لان كتناقض مع راسك، لان الحريه التعبير، الحريه الشخصيه ديال السيد ديال اللي بغا، مادام ما كيدير شي حاجه اللي كتنقص من قيمه فريقنا الوداد الرياضي. ثاني حاجه هضرتي على مجموعه من النقاط، غنذكر اول حاجه هضرتي على الوسطي في الفيديوهات ديالك السابقه. انا كنتفرج في كودادي متتبع لولد الراضي، لان بكل صراحه واحد ودادي غيور على فريق ديالنا الوداد الرياضي، ولكن بعض المرات هاد الخرجات ديالك خصو تحسبها، تحسب ليها 1000 حساب قبل ما تخرج وتخرج تقول على ان الوسطي ماشي في مستوى فريق الوداد الرياضي. حنا كجماهير خرجتي انت بفيديو كتقول بان الانتدابات ما غتهضرش باقي عليها. كجماهير فريق الوداد الرياضي حنا ما عندناش الحق نقولوا هذا مزيان ولا خايب، يصلح لينا ولا ما يصلح. الوحيد اللي عنده القرار هو المدرب بن هاشم. وخرج مع مقابله اشبيليه مباشره وقال لكم بان انا اللي وافقت على الوسطي وها علاش، وذكر الامتيازات ديالو وعلاش اختاروا وكيفاش خرج من هذا الباب. راه لا المدرب لا انا لا انت لا كجماهير ما عندناش الحق نقولوا مزيان ولا نقولوا ما مزيان. المحاسبه غتكون في اخر السنه مع المدرب بن هاشم اللي اختار. ثاني حاجه خرجتي في هذا الفيديو ديالك كتضرب فيه مجموعه من اللاعبين، اولهم لاعب وسط ميدان ديال فريقنا الوداد الرياضي اللي كتقول بان دبابه ما كيعرفش يدور، ما كيعرفش مبارك كنظن انا لاعب ممتاز، عنده ايجابيات ديالو وعنده سلبيات. وبن هاشم راه قالها من بعد مقابله اشبيليه مره اخرى، قال لكم الدور ديالي انا كمدرب نصحح اخطاء اللاعبين. عندنا مجموعه من الاخطاء كدار في المقابله، والمدرب الوحيد اللي عنده الحق يصحح ليه. ماشي واحد من الجماهير يخرج يقول لي علاش كدور، علاش كترجع كره، راه ما يمكنش. انت كواحد من الجماهير اش مدبرهم عندك، كيفاش التخصص عندك باش تعطي توجيهات وتصحح اخطاء اللاعبين؟ ما يمكنش كل مره يخرج لنا واحد يقول لك لا هذاك دبابه. راه نتوما اللي خرجتوا على الفرقه السنه الماضيه، وخاصه السي ولد الراضي راه جبران انت اللي خرجتي عليه، انت اللي جريتي عليه. بيبو ما دايرش، راه شفتوا المستوى ديالو هذه السنه. وكذلك وليد الكرتي السخيفه اللي كتقولوا عليه، ها هو البارح توج بصبر ابطال افريقيا مع بيراميدز. مجموعه من اللاعبين، ولد بابا هو ما الى ذلك، مجموعه من اللاعبين السبب ديالهم هما الجماهير، هما نتوما اللي كتدخلوا شي حاجه ما خصكم تدخلوا فيها. الله يخليكم، الله يرحم لكم الوالدين، كل واحد يدير الدور ديالو. الدور ديالكم كجماهير هو تشجعوا الفريق لا غير. راه دابا مجموعه من اللاعبين راه ما كاينينش، واخا كاين في ارضيه الميدان راه ما حاضرش ذهنيا. حركات راه ما بقاش عندنا حنا مدافع سميتو حركات.
علاش؟ لأن داك السب والشتم واللي كيتلقى من هذاك الكروسة وما إلى ذلك، وسبوا ليه الوالدة ديالو يلاه مات، عيب وعار على جماهير الفريق. بعض جماهير فريقنا الوداد الرياضي يوصلوا لهذا المستوى، لأن ما يمكنش لاعب نسبوا ليه والديه رغم أنه يكون ضعيف في المستوى، لا خصناش نوصلوا لهذا المستوى. وكنتمنى يعني من الجماهير ديال الوداد يلتفوا حول الفريق، لأن بوادر التحسن في المباراة ديال بورتو راه كما شفتوا مقابلة على العموم ممتازة، خاصة الجولة الأولى اللي تسيد فيها فريق الوداد الرياضي المقابلة، وضيعنا مجموعة من الفرص، 3 أهداف محققة. يعني كان فريقنا الوداد الرياضي يفوز لولا يعني سذاجة المهاجمين. نتمنى من جماهير الوداد الرياضي تساند فريقنا الوداد الرياضي في هذه الظرفية، والقادم إن شاء الله غيكون أحسن، عندنا انتدابات وازنة في القادمة إن شاء الله لفريقنا الوداد الرياضي. تحياتي لكم، السلام عليكم.